السلام عليكم. صلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في قناة شيوات جمانة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة اليوم هي المشحمة أو خبزة الشحم في بعض المناطق. تفكرنا بريحة زمان، من كانت الخير والبركة وكانت العائلة الكبيرة ملمومة. نديروها للفطور ولا للعشاء أو على العشرة. كنا نشربوا مع العشرات على الصباح، نديروها بلاتاي ولا بلاتين. هنايا قدمتها لكم بالشاي، ولا اللي يبغي تاني سلطة، الهريسة، يعني كل واحد، ولا الجي، ولا انا نفضلها بلاتاي هنايا. أقدم تحياتي للمتابعة الوفية مريم. قدموها هنا بالشاي، درنا سلطة خفيفة، وهي لذيذة لذيذة ما شاء الله. هنايا عندنا فرينة، البصلة ماذا بكم تكون هذه البصلة تاع النقلة. هنا الشحم، طماطم، ملح، الهريسة يبغي يديرها حارة، هنا فلفل أسود. وهذا الشحم راني طحنته في الأشوار، نقدم لكم زعما. وهذا الشحم، هذا الشحم كي طحنته في الأشوار يجي ما شاء الله. نطحنوا البصلة هذه النقلة، نطحنوها في الأشوار، نقطعها عشوائيا خاطر غادي نطحنها في الأشوار، يعني غير باش ما تجي نقطعها. وانا تعمدت نخلي هذوك الاغصان الخضر هذوك تاع النقله باش تجي ما شاء الله، تجي لذيذه. يعني نقطعها كاع كامل، واللي ما عندهاش يدير البصله، زوج حبات بصله تكفي، خاطش المقدار تاع العجين يعني غير ماشي بزاف، يعني هذه على حسب زوج خبزات. يعني هنا ندوها الاشوار، نطحنوها عمروها كاع في الاشوار. على البصله كلش تنطحن تجي لذيذه ما شاء الله. هذه ريحه زمان، ريحه تفكرنا بجداتنا، تفكرنا. هنا طماطم، هنا كاين طماطم تاني نكرفجوها او نطحنوها في الاشوار. كاين البصله، كاين الشحم تاني نطحنوه. ها هو هنا طحنته في الاشوار، يجي مبركش، يجي ما شاء الله. دوك نقلوا البصله، طماطم، الملح، هنا لي زيبيس، كاين كركم، كاين فلفل عكري، وكاين فلفل اسود، والهريسه. هنا ندير 2 ملاعق زيت، ونقلوا البصله. ها هي وينه نقلي فيها في المقله، هي راها تقلى ميم طون نوجد العجينه. هنا عندي 3 كؤوس فرينه، 3 كؤوس فرينه. نزيدوا معاها ملعقه ملح، نزيدوا معاها ملعقه ملح، ونلموها بكاس وربع ماء، كاس وربع ماء. نفرغ هذا الكاس نزيدو ربع ماء، ونلموا العجينه، لموها جيدا، ما نجروهاش. نقعدوا بناتي صغيرات، يعني انا عطيتكم مقدار تاع زوج خبزات، يعني يدير لكم ما شاء الله. لان احنا دائما ننقصوا المقادير باش البنات الصغيرات باش ما نتعبوهمش، وباش على الاقل يتعلموا. انا نلموا العجينه، نلموها جيدا، ندلكوها واحد 10 دقائق، مزال ما تندلكش بزاف، 10 دقائق ولا وخلاص، ونخلوها ترتاح ونكملوا. هنا البصله راها تتقلى، باش دوك نزيدوا الطماطم، ونزيدوا لي زيبيس والشحم. انا درت لها مغرف تاع زيت، دهنها، ندلكها واحد 10 دقائق ولا، نخليها ترتاح مانيش. هنا درت الكركم، ودرت الفلفل الاحمر وفلفل اسود. هنا عندنا نصف ملعقه من الملح، والملح على الذوق، يعني لا خاص نزيدو. دوك هنا نزيدو نديرو الطماطم، راني مكرفجتها وكاع. دوك نزيدو الطماطم. هنا عندي ملعقه شحم، ملعقه شحم مطحون. وبعدين نزيدو دوك نزيد هنا نحرك جيدا. هاهي قاع دابت هذاك البصل، درت نزيدو هنايا الطماطم، خلطوها جيدا، نخلوها طيب على غرضها، غطوها ونخلوها طيب بلا ما تكون العجينه ريحت. هنا ملعقه من السكر،
يعني للحموضة تاع الطماطم فقط. هنا صاي طفينا عليها، راها طايبة ما شاء الله. نخلو الحشو يبرد، خلو الحشو يبرد. هنا العجينة خلاص راها ارتاحت، وقطعناها إلى 4 قرصات صغار. هنا نفتحوا العجينة طاولة العمل. نديروا الخبزة الأولى نحلوها، ونعاودوا الخبزة الثانية باش نعمروا الحشو ونغلقوا بالخبزة الثانية. نحلوا الخبزة الأولى. يعني الخبز هذا يجي رائع، فكرنا بزمان، وفكرنا بجداتنا وباللمة العائلة الكبيرة. لذيذ هذا الخبز ما شاء الله. هنا نكونوا نسخنوا فأنا عندي الطاجين، ولا أنا عندي المقلاة هذه. قلت لكم دائما نخدم بالمقلاة هذه، ثقيلة ما شاء الله وتساعدني. هنا فتحنا 2 خبزات، الخبزة الأولى والخبزة الثانية. دوك نعمروا الحشو، نعمروه جيدا بلا صوص، نعمروه بديك الحشو. نعمروا كاع العجينة جيدا، نعمروها. يعني شاركونا في القناة أم جمانة باش يصلكم كل جديد. هنايا نزيدو نديرو الشحم. نديرو هنا الشحم، نعمروها جيدا. يعني الشحم كان اللي يبغي بزاف، كان اللي يبغي شويه. نتوما هنا كي يكون مطحون ما يجي ما شاء الله. هنا كي يكون مطحون يتوزع على كافة الخبز. هنا درت الهريسة، هذه هريسة اختياري. اللي عنده جوية يدير جوية، اللي عنده فيونداشي تجي لذيذة بالفيونداشي، الدجاج ولا تاع الخروف. هنايا ولا الطون. ولكن انا فضلت خليها خبزة الشحم تاع زمان، يعني غير بالشحم والبصل والطماطم والبهارات اللي زيبيس اللي درناها، الفلفل احمر، كركم. يعني بسيطة جدا، كانت ما شاء الله يتلمت عليها العائلة. هنايا على قلت لكم كثروا الدقيق في الطاوله هذه، في هذه اللوحه باش ما تلصقش. هنايا قبل ما نرمي، هنا ديجا كنت محميه المقلاة، درت عليها الشحم، ملعقه من الشحم، ونحط عليها هنا ما نقول لكمش الريحه راهي ما شاء الله في المطبخ. هنا نزيدو تاني ملعقه تاع شحم من الفوق هكا باش كي نقلبوها تكون. هنايا ما نقول لكمش الريحه راها هنايا جات ما شاء الله. نديرو الخبزه الثانيه. هنايا درت نصف، يعني بقاو لي 2 قرصات، فحاولت نديرهم نصف، ما نديرش خبزه. هنا هذه ما درتش فيها الهريسه، خليتها كيما ها. هنا درت غير الشحم. يعني الصغار، كاين الصغار كيما عبد الملك ما يبغيهاش بالهريسه، ما يبغيش الحار، فحاولنا نديروها له لا هريسه. يعني الصغار كاين اللي ما يبغيش الشحم، كاين اللي ما يبغيش الهريسه. هنا نزيرو مليح، نغلقوها مليح باش ما تنحلش بالمقلاة. بناتي الصغيرات قادرين ديروها نصف كيما ها هكا، تساعدكم ما شاء الله. قلنا دائما نسبكوا الشحم بعد كينا نرموا الخبزه هكا، نقرصوها مليح، نمشوها، ما نخلوش هذوك الحواف ضغطوا عليهم. هنا خلاص طابت ما شاء الله، جات تهبل والريحه راها ما شاء الله. هنا درناها احنا بالسلاطه وقلنا ولاتاي نفتحوها معاكم باش شهيناكم في الجنه. قلت راه اللي راهم مرضى يسمحونا، شهيناكم في الجنه. جات ما شاء الله لذيذه. وهي تنتكل سخونه هي. يعني ها هي نقسم معاكم الثانيه ثاني، درتها غير نصف. هنا درناها بلاتاي، وهنا درنا سلطه خفيفه، هريسه، اللي يبغي يدير فرماج ولا
هنا خوتي ما تنسوا تديروا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة في حفظ الله.